اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير، وحشتوني. طبعا انا بادئه معاكم الفيديو يعني بدايه غريبه، ان انا حاطه جمبري في طاسه وبقلبه، يعني حتى ما عملتش خطوات ولا اي حاجه، بس عشان انا عامله الخطوات قبل كده، يعني مصوره فيديو قبل كده توضيحي للخطوات بتاعت ان انا بعمل الجمبري، الطريقه بتاعتي يعني. فقلت بقى مش كل شويه هصدحهم بالطريقه. انا بس ابتديت معاكم الفيديو وقلت اوريكم ايه انا كانت عامله اكل ايه يعني. ده جمبري بالزبده، اللي هو الجمبري بتاع الطاسه ده، بس حلو قوي. اللي عايز يشوف الخطوات بتاعتي، انا عندي فيديو كامل ليه بالخطوات التفصيليه يعني. يدخل يشوفوها، بقى اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو. انا ابتديت معاكم قلت بقى ايه اوريكم انا كنت طبخه ايه النهارده، واغسل بقى معاكم شويه المواعين دول نتنشط، مع ان انا ما قمتش عملتهم على طول برضو. اليومين دول بكسل قوي، بس برضو بقول ايه، لا انا هتنشط واقوم اخلص اللي ورايا. خاصه لما يبقى فيه زفاره او كده، اكل فيه زفاره او كده. بيبقى بقى تبقى ريحه المطبخ زفرة وكده، وانا بتضايق من ريحه الزفاره دي. هو عامه الزفاره تضايق اي حد يعني. فقلت ايه، انا هقوم اصور معاهم واتنشط كده واغسل المواعين. هو مفيش اي حاجه يعني، مش هعمل حاجات مهمه، بس انا قلت ايه اصور واتكلم معاكم شويه يعني. عايزاكم تكتبوا لي افكار فيديوهات. لان بصراحه اليومين دول مفيش افكار خالص. وانتوا عارفين بقى خلاص الحراره والصيف دخل، واحنا كلنا بنبقى مفرهدين في الصيف ده. بس انا صورت الفيديو ده معاكم، في كمان فيديو ان شاء الله برضو متصور، بس لسه ما منتجتش يعني، فلسه هعمله هظبطه وانزله لكم. بس حلو الفيديو ده. في هو كان في انا كان عندي تربو في اوضه الاطفال، وقلت لكم ان انا هحكي لكم قصه التربو ده في فيديو ما، تقريبا كان في فيديو تنظيفات العيد. قلت لكم الفيديو ده التربو ده جديد، وانا هحكي لكم القصه بتاعته في فيديو مفصل. فهو ده بقى يعني هتبقى الفيديو ده يبقى عن التربو ده وحاجات يعني هتعرفوا بقى في الفيديو يعني. اللي عايز بقى يشوفه ان شاء الله يستنى الفيديو، مش هتأخر عليكم فيه، هنزله لكم على طول. هو فيديو جميل ولذيذ وحلو قوي. غسلت بقى شوية المواعين اللي كانوا في الحوض. آه بصراحة المواعين دي أزمة. الواحد طول ما فيه مواعين كده بيبقى متأزم قوي. مع ان احنا والله يعني مش بنبطل غسيل مواعين. المواعين بتاعة تحضير الأكل، والمواعين اللي احنا أكلنا فيها. بصوا، اللي فعلا الحوض مش بيفضى خالص. هو عامة المطبخ طول يعني 24 ساعة تحسه بيتكاثر مع نفسه كده في كل حاجة. غسلت بقى المواعين وخلصتها، والشقة برا كانت مترتبة على ما اعتقد، على ما اتذكر يعني. وقلت بقى اغسل البوتاجاز طبعا، عشان انتوا عارفين بقى مكان ما انا بقى يعني على البوتاجاز وكده، في طبعا الحاجات بقى دايما الحوامل دي الحاجات بتنزل عليها وكده، وانا مش بحب يبقى عليها حاجه بصراحه، عشان ما تزفرهاش، متبقاش ريحتها زفره وما تكونليش دهون، فلما اجي بقى اغسلها تبهدلني. فعلا بجد تكوين الدهون ده يعني شيء مقزز وصعب. فانا بحب اغسلها، لو هغسلها كل يوم مش بمل من الغسيل بتاعها بصراحه. بقى بتريحني يعني. شفتوا انا غسلتها في ثانيه، ما خدتش مني وقت خالص. ليه؟ عشان ما فيهاش دهون. لو بقى فيها نسبة دهون او كده طبعا هتضايقني وهتأخرني، هضطر ان انا اجيب لها اصلا مزيل دهون، عشان مش هينزل بالليفة او الاسبونشة عامة، مش هيتنضف بيها. او اعمل لها تركيبة او ايا كان يعني. فانا لا، انا بختصر الحوار كله بان انا ايه، الغسل الاكل اللي انا احس ان اللي هي عليها بيبقى نقط زيت او دهون او كده، بقوم جايه ايه
على طول غسلاها ومريحه دماغي واسيبها تتصفى وانشفها واحطها. والعيون برضو كل يوم بغسلها، لان العيون طبعا معرضة جدا كل يوم ان يبقى عليها دهون او زيوت او كده، فبغسلها كل يوم ورايح دماغي. لكن اللي تحت العين بقى اللي هي دي التانية دي الشعلة، لا مش بغسلها كل يوم بصراحة، لان هي برضو بيبقى عليها يعني اللي فوق دي حمياها شوية، مش بتعمل دهون. وغسلت الحوض بقى وظبطت الدنيا. انا احسن حاجة طبعا معايا وسعفاني جدا المساحة بتاعة الرخام دي، حلوة جدا، حلوة قوي يا جماعة، ومنقذة كده وتشد المية في ثانية، بتنشف حواليكي يعني. انا هنا بقى ايه، عندي شوية جواكت وكده، فانا قلت ايه اطلعهم من الدولاب احطهم في شنطة تحت السرير، اوسع مكان شوية للصيف يعني، لان انتوا عارفين الشتوي بيبقى في كثافة كده فبيعمل مساحة. ولو الحاجات بقت تقيلة قوي على الشماعة، مع ان هي مش متعلقة كلها، بس بقت تقيلة قوي الشماعة، وانا بخاف الصراحة ان شماعة الدولاب تتعامل يعني تتكسر او تقع او كده. فقلت اخفف شوية الجواكت، لان خلاص بقى يعني احنا كل سنة وانتم طيبين، خلاص دخلنا على الصيف، فاكيد مش هلبس جواكت يعني. فقلت انا هشيلهم واحطهم في شنطة تحت السرير. الشنطة دي بحط فيها الحاجات اللي انا مش محتاجاها يعني، بخزنها فيها وبقفلها كويس وبحطها تحت السرير. وقلت لما الشتوي يرجع ابقى اشيل حاجات منه الصيفي، هو الصيفي برضو معايا في الدولاب يعني، انا الشتوي والصيفي الخروج في الدولاب، بس في حاجات مثلا مش ببقى بلبسها باستمرار فبعينها. فقلت بقى لما الصيف يرجع تاني هشيل شوية حاجات من الصيفي ادخلهم جوه واطلع يعني ايه الجواكت مكانهم عادي. ورتبت بقى السرير تاني، برجع السكوتات مكانها، بس قلبت المرتبة يعني، شلت الكفر ده، عملت المرتبة على الناحية التانية وحطيت الكفر وبعدين حطيت المرتبة. انا يعني بقلب المرتبة باستمرار، مش بنفضل نايمين على ناحية واحدة، هو ده المفروض الصح يعني. ودول كانوا شوية دريسات انا كنت عيناهم، فطلعتهم وقلت ايه اعلقهم بقى على الشماعات. لقيتهم هما نضاف، ريحتهم نضيفة، ما فيهمش اتساخ ولا حاجة. فقلت ايه هعملهم، هعلقهم بقى يعني هحطهم على الشماعات واعلقهم مكان الحاجات اللي انا الجواكت اللي انا دخلتها، لان في حاجات كتير متطبقه في ارضيه الدولاب شتوي وكده، فمش هينفع ان انا اطبق حاجه يعني. فقلت بقى هما خلاص وانا كده يعني وفرت مساحه، فانا اعلق دول يعني، اللي احتاجه بقى انزل بيه. بس وما عملتش حاجه بقى يعني، روقت الاوضه بس معاكم، هي كانت الاوضه دي. بس طبعا ده بياخد مني وقت طبعا في الترتيب، وان انا اشيل واحط واعمل بياخد مني وقت طبعا. وقلت بقى ايه بالمره غير الملايه كده ولمع بقى الاوضه، اظبطها يعني. وافرش ملايه جديد، افرش ملايه تانية. انا بغير الملايات باستمرار، خاصه في الصيف بقى يعني، وقت الصيف الملايه بتتغير ممكن مرتين في الاسبوع، عشان انتوا عارفين بقى الحر وكده، على طول. في الشتاء كنت اغير الدفايه واسيب الملايه، وانا الملايات عندي لكل ملايه فيه وشين، فكنت اغير وش المخده، لان الملايه كده كده مش بنيجي عليها، لان احنا اصلا ما بنقعدش جوه على السراير خالص. فكنت اغير الدفايه باستمرار، لكن حاليا طبعا ما فيش دفايه ولا حاجه على الملايه، فبغير بقى الملايه باستمرار، اغير الملايه. والجو اصلا كمان زي ما انتم شايفين متقلب، ما احناش عارفين هو ايه قصته بالظبط يعني، هو ولا يعني هو غريب. وطبعا حرارة جت فجأة، بس يعني حرارة شديدة قوي. مش عارفين الجو يعني ايه وضعه بصراحة، بالليل حاجة وبالنهار حاجة بصوا هنا بقى قلت لما انا اصلا باستمرار طبعا المرايات دي بتتلمع، عشان اللون اصلا اللي هو يعني انتوا عارفين اللون اللي هو الازاز الفامي ده بيبقى دايما عايز يتلمع.
وبس كده كنست الاوضه بالمكنسه وظبطتها وخلاص كده. هو ده كان الفيديو بتاعي النهارده. استنوني ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.